شتو يونس فتيت مسكين. انا نوريكم واحد البلان كنطرى عليه وابخي نشوفوا الفيديو باش تفهموا شنو طاري. يونس فتيت. وهذا هاد السيد هذا ديما صراحه كيريبورتي نيوز. كان ديك النهار حط تصويره الحكم علي بالحبس و8 ملايين تصويت. دونك دخلت نشوف. مرة أخرى الحكم علي بالحبس 6 أشهر موقوف التنفيذ وتعويض للمشتكي ب8 ملايين. القضية عندها علاقة بمدرسة الأخوين اللي كانت طردات 16 تلميذ وهدرت عليها، وفي الأخير حكمت المحكمة بإرجاعهم. ايوا يا سيادنا، كنت نشرت صورة لجندي مارينز ما باينة فيها حتى حاجة بتاتا، لا اسم لا تعريف لا حتى حاجة. ناض واحد الاستاذ امريكاني مشى حاط شكايه وقال انها صورته وبانه تعرض لتهديدات بالقتل وانه رجع كيخاف يخرج. هذا الاستاذ ما عطاه حتى دليل بان هذيك صورته من غير الادعاء، وكانه الوحيد اللي في الجيش الامريكي. وفي الوقت اللي كنت كنتسنى النيابه العامه تحفظ شكايه لانه ما كاين فعليا حتى ضرر لهذا السيد اللي كيدعي ان هذه صورته، وإلا فعلا كان تعرض للتهديد بالقتل كيف كيقول كان خاصو يشكي بالناس اللي هدوه بالقتل. ناضت النيابه العامه قررت انها تتبعني بالقانون الجنائي، رغم ان هذا المشتكي ما هضرت عليه ما قررت ليه وتابعتني بالفصل 472 جوج اللي تدار النهار الاول من اجل العنف الرقمي ضد المراه. ورجعوا ديما كيحاكموني به حتى في قضيه خاصه بمقال صحفي وخاصني بقوه القانون نتحاكم بقانون الصحافه. حاكموني بهذا القانون. هاد البلان هذا كيطرا بزاف، كنطرا مع المهداوي وطرا حتى مع دابا يونس فتيت. هو ديال قانون الصحافه. باش تعرفوا الدراري واحد الحاجه، انه ملي كتكون صحافي ما كت ما كت ما كتعاقبش بالقانون الجنائي. بيان سور من غير مشيتي قتلتي شي واحد ولا كريتي شي واحد كيكون القانون الجنائي، ولكن شي حاجه اللي عندها علاقه مع النيوز اللي كدير، يعني مثلا كتريبورتي النيوز مثلا غادي يعاقبوك مثلا بالتشهير ولا ادعاءات كاذبه ولا بشي حاجه بحال هكا. كتكون قانون الصحافه يعني انا داخل في خدمتك، داكوغ، وانت طا مال في طون طرافاي، خدمتك ما درتيهاش مزيان، دوكو كيحاسبوك على بقانون ديال خدمتك، فهمتي؟ اون كو صحافي، ولكن ماشي اون كو واحد عادي. هذا هو الفرق ما بين صحافي وبارتيكولي، داكوغ. دونك هنا ريبورتا مي ما عرفش الديتاي شنو هو. ابخي حط الفيديو اللي هو هذا، حطوه مع الحكم هذا، لان شوف قبل منه نعم حكم على بك اخويا. الله يحفظك باشرف صافا الله يحفظك. هانيه. اليوم اجتمعنا غير باش نعطيو بعض المجريات ونديروا واحد الدردشه كيفاش تم الحكم على يونس فتيت، لانه غريب هذاك الحكم. كيف ما غتسمعوا علاش تحكم وكيفاش تحكم غريبه. عادي انك تحكم، عادي عادي من اي مادام واحد. كتهضر في هذا الشيء هذا، وكنا كنهضروا حنا مقبلين على اننا نزيدوا نسلموا شكايات، وانا كذلك معك. يلاه توصلت بواحد الشكايه جديده من طرف واحد المدير ديال واحد المؤسسه الغريبه، وكذلك كنقولوا ماشي مشكل، ولكن الطريقه هي اللي كتختلف. اليوم الطريقه ديالك غريبه ما عمري شفتها ما عمري شفتها. راه وقعوا شي حوايج. تخيل انا نعطيك واحد الحاجه هي في الاول باش الناس ينتبهوا معنا مزيان، هي انه سيد امريكاني وما كاينش ترجمان، ما جاش ترجمان، نوضوا واحد من الحاضرين يترجم. وات فاك. دابا واحد الحاجه سيد، دابا السيد ميريكاني نو عارفينو كيدوي غير بالونجلي وكذا، كيفاش انت معيط ليه للمحكمه وما جايبش معاه كاع ترجمان اللي ترجم ليه هضرته، وتسناوها كما كان حتى واحد شنو غادي دير؟ غادي تاجل الجلسه ولا شنو غادي دير؟ مان نورمالمون في الحكم خصو يكون محلف. كيفاش ترجمان محلف تستدعيه، الا ما كاينش عليك ترجمان غادي تاجل سميتو اكزاكتومون. حتى الجلسه الجايه. نوضوا واحد من الحاضرين ناض كيترجم. هي- شحال من مره غلط في الترجمه، راه كاينه مثبته، في تعليل الحكم. عندي النسخه بانه فلان فلاني ناض وترجم لنا. الا ما جاش واحد من الممثل ديال النيابه العامه وقيلا قيمتنا أيوة. نوضوا حتى هذه ما جاش الصفه ممثل زعما النيابه العامه نوضوا واحد من الجلسه. الجلسه. لا غريب. عاود لينا غدا التفاصيل ديال الحكم. غادي نشوفوا الفيديو اللي تم بناء عليه لهذا الحكم هذا. لان شوف انا هذا السيد اللي داعي يونس فتيت، وانا كنشوف في الفيديو مازال كنتسنى اليوم هذا لدابا، وانا النهار الصباح كله وانا معاه كنقول ليه فين هو هذا اللي دعاك، فين هو في الفيديو. السيد اللي دعا يونس فتيت راه ما كاينش اصلا، ما مجبودش اصلا في الفيديو. ما مجبود لا هضره لا صوره لا حتى شي حاجه. نشوفوا الفيديو هو الاول. نشوفوا الفيديو هو الاول. خصوصا الا كان هذا المدير كينتمي للمارينز الامريكي وجايب اساتذه غير من تماك ما كيعرفوش اصلا اش هو التعليم، وجايب اساتذه. دابا قال هذا المدير كينتمي للمارينز الامريكي، ولكن راه نشوفوا الفيديو هو الاول. خصوصا الا كان هذا المدير كينتمي للمارينز. دونك انت حطيتي لا
دابا واخا هو انت علاش حاطه التصويره هادي، ونورمالمون في هاد التصويره هادي واخا ما كيكونش باش نشرح لكم على الحاجه. دابا المارينز مثلا، دابا انت هو مصور داكوغ، ولكن راه معروف شكون هو هاد مول الصوره. يعني المارينز راه عارفينه، حيت مثلا انا مثلا ملي كنتصور مثلا في شي خدمه، وجيتي انت شديتي ديك التصويره ديال الخدمه ديالي ودرقتي ليها وجهي مثلا، الناس اللي خدامين معايا غادي يعرفوني شكون انا، حيت عارفين ديك البلاصه شكون اللي كان خدام في هذا البوست هذا، هاد الكسده هادي ديال من شكون اللي كان واقف بحال هكذا. هادشي هذاك كاع اللي صوروا، فهمتوا زعما انا تندوي على زعما بكل حياديه. انا ما شغلي لا في هذا لا في الاخرين، مي هادي كتعطي واحد بحال واحد ديسين على شكون هو داك السيد. عاد واخدها من فوتو بروفيل في 2018 في نوفمبر. دونك هادشي هادو كلهم حوايج اللي وراه غير هاد التصويره هادي تحطها في شات جي بي تي وتقلب بها غادي تخرج لك، سيرتو اللي كتحطها دابا راه محطوطه في فيسبوك، غير هاد التصويره غادي يجبد لك فين محطوطه التصوير، سيرتو انها بوبليك، ديكو اوتوماتيكمون غادي تعرف شكون هو مول هاد السيد هذا. الامريكي وجايب اساتذه غير من تماك ما كيعرفوش اصلا اش هو التعليم. هذا هو الفيديو اللي تم، وغادي نمشيو للنقطه بالضبط اللي دعا فيها هي هذه. انتم غادي تشوفوا هنا كيقول فيها بانه المدير المؤسسه واللي كيشتغل في واحد الجيش الامريكي وجاب معاه اصحابه، وهي اللقطه. من الصوره اللي حطيت شي اسم لانني حاولت نكبرها، وها النتيجه اللي كتعطيني ملي كتكبر الصوره. فهنا كنتسائل كيفاش السيد القاضي طلع الاسم من البادج اللي في الصوره، وكيجي لثالث امر في هذا. لا ولكن هما عاوتاني ما عندهم دي زوتي ديالهم اللي يقدروا كيقادوا لي بيكسل. يعني من كتقدر تزومي على شي حاجه كاين دي زوتي اللي كيتخلصوا عليهم زباله فلوس، اللي بالاي اي بكل شيء كيقادوا باش كيطلعوا افيكتيفمون السميه والكنيه ديال بنادم اللي في الصوره والنيميرو دو باج وداك الشيء كامل. ماشي نتايا ماشي هكا داكوغ، ماشي ملي كتكبر، كاين فريمون دي زوتي. قراو كيقول لك راه فعلا هذا الاستاذ من المارينز، ويعني الصحفي قصاد الاستاذ ماشي المدير. دابا فينا هو هنا من ما كاينش، هو كي جا قدم شكايه قال لهم هذيك صورتي، هاد الصوره هذه اللي كتبان دابا هذيك صورته. صورتي، وبناء على هذه الصوره هذه بديت كنتعرض للتهديد بالقتل، والناس كيسبوني ولكن انت ما بقاش تبينش وجهه يونس. راه لا وجهه لا سميتو لا حتى شي حاجه. كنقول لهم واخا مزيان، فين هما هادو اللي هدوه بالقتل؟ فين هي هاد التعاليق اللي هضرت عليه؟ فين هما هاد الناس اللي صيفطوا له؟ يعطي شي دليل. ما عطيت حتى شي دليل. لا ولكن هو دابا ماشي دير شكايه على الناس اللي هددوه بالقتل، هو دير شكايه عليك. دونك هو يقدر بلا ما يقول لهم هددوني بالقتل، يقول لهم انه انا هذا الشيء خلق لي مشاكل في الخدمه ديالي وضيع لي بزاف ديال الفلوس ودار لي واحد الازمه نفسيه وكذا، وغادي تحاسب عليها، فهمتيني؟ يعني ماشي بالضروره انه القاتل ولا خاص يجيبوا لك الناس اللي هددوه وكذا، لا لا. عطيت حتى شي ولكن حاجة. في الفيديو انت ما ذكرتيش هو ذكرتي ما المدير ذكرتوش. واصدقائه، أنا واخا كنهضر على جا قال لهم انا من هذوك اصدقائه. انا هو اللي قصدني، وانا اللي دمر لي حياتي، وانا كنهضر على المدير لا شان لك انت، والصوره ماشي مي ديالك. الضرر الحقيقي راه هو اللي تعرضوا ليه دوك التلاميذ اللي تم الطرد. انا شفنا العائلات ديالهم في مجموعه ديال المنابر كيفاش كيبكيو وكيفاش تعرضوا ولكن هذوك اخي عاوتاني راه حكمت لهم المحكمه ورجعوا يقراو. المساله ديال الطرد، المساله ديال غيرها من الاشياء. ومنهم واحد السيده اللي طبيبه ومعروفه في الريزو سوسيو اللي كتهضر على هادشي، واللي شفنا الفيديو ديالها كامل كتهضر على وليداتها. زعما غريب هادشي. زيد كمل لينا سيونس كيفاش. عيطوا لي الضابطه القضائيه انهم يستمعوا لي، مشيت عندهم تعاملوا معايا بواحد الطريقه زوينه، استمعوا لي ما كاملش 4 ساعات كنت ساليت معاهم. فرحت قلت مزيان. قالوا لي بانه راه القضيه غتمشي للحبس لان خاويه ما فيها حتى شي حاجه. صافي انا هادشي اللي اعتقدت. هذه الرؤيه ديالهم كيبان لهم اللي بان لهم. واحد النهار كنت مسافر، تعيط لي المدام قالت لي راه جات لك واحد الشكايه للدار. جات لك واحد الشكايه، واحد تبليغ للدار ديال الجلسه. تبليغ للدار. مفوض قضائي، ها تبليغ القضيه. قلت هاو باش نتحاكم في هذه اش فيها؟ سيد غير مقصود، سيد غير معني، سيد ما عنده حتى شي ضرر. مشيت للمحاكمه كيف قلت لك. النهار الاول كيجي السيد بدا كيهضر معاهم بلونجلي، ما فهموش. بقى القاضي كيشوف، بقى ممثل النيابه العامه كيشوف، حتى واحد ما فهم. واش كاين شي واحد هنا كيفهم لونجلي؟ هذا هو المشكل. دابا انا كما قلت لكم انا مع السيد في الشكايه، وبالنسبه لي انه افيكتيفمون يونس دار واحد الغلط اللي ما انتبهش ليه، وهذا انه حط ديك التصويره. كان بامكانه يضرب ولا ما يحطش التصويره، ما يحط ديك التصويره وكذا، وخونا جا قال لهم انا هو هذا وكذا كذا. ولكن عاوتاني كيفاش محكمه غادي نستناو حنا دايرين محاكمه ديال واحد ميريكاني، وما جايبين لا قاضي كيدوي بلونجلي لا وكيل الملك لا كذا، هذا جايبين لا ترجمان لا حتى حاجه، وكنتسناو اننا شي واحد من الحضور يكون كيدوي بلونجلي. يا سلام. طوع واحد السيد محامي تما، طوع انه انا كنفهم لونجلي، ناض كيترجم للسيد. اقسم بالله الا 2 مرات وانا كنصحح له.
كيعطي ترجمه يمكن ما سمعش مزيان، وي. يمكن ما ضبطش مزيان، ما عرفتش، مي هو غير معني انه يغلط او ما يغلطش، هو غير مسؤول. خص يجيب لي ترجمان محلف. تما طعن في هذه المساله هذه تقول لهم زعما اللهم ان هذا منكر ما يمكنش هادشي اللي كديروا فيه. لان شوف باش نحطوا أنا- هذه الصوره، راه لا يونس ولا انا الحمد لله ولا مجموعه ديال الاشخاص عندنا مشكل مع القضاء المغربي. تماما باش يخلق قضاء حتى المؤسسات جميع الاخرى. المؤسسات كاملين، لا الامنيه ولا غيرها، حتى الناس اللي كنهضروا عليهم. يعني كنتقدوا واحد كيدير لك كيستثمر مثلا في واحد المجال ديال المحروقات وغيرها من الاشياء وعنده السلطه في يده، هذاك راه كنتقدوا ولكن هذا لا يعني انه يكون عندنا معاه عداوه ولا تكون عندنا معاه شخصيه. راه كيف الانتقاد، كيف كما كنقولوا حنا، كيف كاين الفساد، راه كاين فعلا كاين ناس ديال زوينين، كاين ناس خدامين. فاحنا ما كنعموش المؤسسات اللي كنهضروا عليهم، كنهضروا على الاشخاص. عمرنا ما جينا وهضرنا على مؤسسه كامله بانها فاسده كامله، عمرنا ما قلناها. ما قلنا قضاء فاسد كامل، ما قلنا نيابه عامه فاسده كامله، ما قلنا حكومه فاسده كامله، ما قلنا امن فاسد كامل، ما قلنا حتى شي حد فاسد كامل. اكزاكتومون. دابا حنا ما كندويش دابا حتى على الفساد. دابا انا بالنسبه لي انا هادشي ما عنده حتى علاقه بالفساد. هادشي واحد البروتوكول اللي ما تحترمش. ولكن لو فون مزيان، لو فون ما فيش الفساد، لو فون ما فيش المشاكل. حيت واخا هو قلت انت جوج مرات هو كيغلط وانه ما جايبينش ترجمه محلف وداكشي كامل، ولكن هادشي واش امباكتا القضيه؟ جو بونس كو نو. مي كاين فاسدين في ديك القطاعات، ما تقوليش بانه لا القطاع نزيه. هذه انا انا نقول نقول لك الامر علاش ما بغاش، لانني كنهضر انا ويونس وكنعاودوا انا وياه بعض الاحكام. كتلقى ان بعض الناس اللي تعطاهم التعويض اللي هو هزيل. ما عرفت كيفاش، ماشي هزيل وانما مقارنه بالدعوه ومقارنه بالملف كتقول عيب انه انا يكون غنعطيك واحد تعويض بحال الحاجه، هكا. نعطيك واحد الحاجه اخي اشرف. نفس القاضي اللي حكم عليا ب 8 المليون نعم. حكم في واحد الملف قبل، هي قبل منه. قبل منه نعم. حكم على واحد السيد عنده عاهه مستديمه، شرطوا له وجهه، يعني عنده عاهه، حكم له بتعويض 5000 درهم. وانت حيت ما هضرش على امريكان، حيت سميتو امريكان. لا ولكن عاوتاني شنو جايب اخي في شهاده طبيه؟ شحال النسبه ديال العجز؟ واش جايب شهاده طبيه ولا ما جايبهاش؟ ما يمكنش اصاحبي تكومباري ما بين الاحكام الوغ كو ما عارفش نتايا لو فون شنو فيه. ما عارفش لو فون شنو فيه. فريمون دابا هنايا كنوليو ندخلوا في واحد الشعبويه وعارفين انه كاينين الناس اللي تظلموا من الاحكام، ولا بالنسبه لهم انهم تظلموا من الاحكام، ولا جوج ضد الدوله هكذا بالنسبه لهم ان الدوله فاسده وكذا، وكيبقاو يستغلوا هذا الشيء ويبقى يقول لك حقا وهانتوما وشوفوا هذا الصحفي وراه حقروه. انا متفق ان الصحفي ما خاصوش كما قلت لكم يتحاسب بالقانون الجنائي، قانون الصحافه، خاصهم يجيبوا ترجمان، خاصو كذا. ولكن هنا كاين واحد الشكايه اللي هو دار فيها غلط، هو عارف راسو داير غلط ولا ما بغى ولا بوتيتر ما عارفش وخاصو يعرف. فهمتوا؟ دونك هادشي انا في الاول والله الا دخلت سيسحاب لي انه فريمون شي حاجه اللي كبيره مظلوم شي حاجه كذا، مي هادشي اللي بان لي انه ما عرفش. انا بور موا ما كي امباكتيش كاع، ما كي امباكتيش كاع القضيه. ويقدر يدير استئناف، وبيان سور يقدر اي حكم كيتستانف يقدر يمشي معاهم حتى النقد والابرام، يدير استئناف وابخي دوموندي هو ترجمان محلف ويجي ترجمان محلف وداكشي كامل، ويجيب بروف انه هذا السيد هذا راه السميه ديالو ما بيناش واخا كلشي وكذا وهذا، وانا ما قصدتش هذا السيد وكذا. وغالبا الا كان بيان سور هو ماشي مذنب، ما غادي يحيدوا ليه ديك 8 المليون ويحيدوا ليه داك الحبس اللي ماشي نافذه. هادشي اللي كاين.